ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا محمد ودي قناتكم مدرسه اشباح النت. قبل ما نبدا ما تنساش اللايك، السبسكرايب، تفعل الجرس عشان كده نستمر مع بعض وننزل فيديوهات جديده. في فيديو النهارده هتعرف ازاي تحصل على 1 جيجا بايت متجدده عن طريق الايسم. ده ثالث شرح في السلسله دي، وبما انكم حابين القصه دي فان شاء الله لو لقيت برضو الفيديو ده عليه اقبال اعمل لكم فيديوهات كتيره جدا. في فيديو النهارده مش هتحتاج ان انت تشاهد اعلانات ولا هتحتاج ان انت تعمل اي حاجه خالص. كل اللي عليك بس ان هو كود هبتدي اسيبه لك. الاكواد دي كل اللي عليك هتعرف ازاي تحطها في الابلكيشن دلوقتي وتحصل على 1 جيجا بايت متجدده، ويعتبر زي ما احنا بنتكلم نت ببلاش للخطوط الخاصه بينا. والنت دوت مش معتمد على ال1 جيجا بس، لا ده تقدر ان انت تجددها براحتك. فعشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدا. مبدئيا عزيزي كل اللي عليك ان انت هتنزل على اول كومنت مثبت تحت الفيديو دوت، هتلاقي الرابط الخاص بابلكيشن كوليك. هتبتدي تدوس عليه بالشكل دوت، هيبتدي الابلكيشن يفتح معاك عادي خالص مفيش اي مشاكل. بعد كده عزيزي خلينا نعمل بس كلير داتا بالشكل دوت الابلكيشن عشان يفتح معايا كأن حضرتك فعليا اول مره تستخدم فيها الابلكيشن. خلاص عملنا كلير داتا، هنبتدي ندخل على الابلكيشن مره ثانيه. ركز معايا بقى لان الشرح هيكون سهل وبسيط جدا ومدته قليله جدا، فاعرني كل انتباهك وانصت جيدا. بعد كده عزيزي كل اللي علينا من هنا بنضغط على كلمه اكسبت بالشكل دوت. بعد كده هنا بنقول له جيت ستارتد بالشكل ده. بعد كده هنا بيقول لي ان الهاتف الخاص بيا ما بيدعمش شرائح الايسم. فلو حابب ان انا اعمل لكم فيديو ازاي نخلي الاجهزه الخاصه بينا اللي مش بتدعم شرائح الايسم تدعم فعلا شرائح الايسم ونشغل على الانترنت دي، او بمعنى اصح ناخد منها الهدايا المجانيه اللي بتكون مقدماها الابلكيشنات دي ونحصل على 1 جيجا او ايا يكن الفيديوهات اللي محمد بينزلها ونشغل نت ببلاش على الخط الخاص بينا او الهاتف الخاص بينا، فاكتبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله اسجل لكم الفيديو الجاي على طول اللي هو ازاي نشغل الهاتف الخاص بينا ده يدعم شرائح الايسم ونشتغل عليها فعليا. بعد كده كل اللي علينا ان احنا بنضغط هنا على كونتينيو اني واي بالشكل دوت. بيطلب مننا هنا اول حاجه بريد الكتروني. البريد الالكتروني ده اللي هو الجيميل الخاص بيك، فابتدي اكتب هنا البريد الخاص بيك اللي موجود معاك فعليا. بعد ما كتبنا البريد الخاص بينا بالشكل دوت كل اللي علينا ان احنا نضغط على كلمه كونتينيو بالشكل دوت. ركز معايا، المفروض حاليا ان هو هيبعت لي 6 ارقام على البريد الخاص بيا، المفروض ان انا هكتبهم في المكان دوت. فكل اللي علينا عزيزي ان احنا نتوجه على الجيميل الخاص بينا ونجيب من هناك الاكواد ونبتدي نكتبها هنا. والمفروض ان البريد بيوصلك عليه رساله بيكون فيها رقم اللي هو دوت اللي هو الكود الخاص بيك اللي هو 95 الارقام بتختلف من شخص للتاني. هقول له 95 بالشكل دوت. نشوف الباقي 260 8. خلاص على كده هبتدي انتظر لحظات لحد ما هنا خلاص اتحقق مني ويقول لي اكتب الفون نمبر الخاص بيك. هنا عزيزي في بدايه التسجيل الخاص بيك لازم تسجل برقم مش مصري، دي في البدايه. يعني انت دلوقتي لازم تسجل برقم امريكي، رقم افغانستاني، ايا يكن الرقم. في طرق كتيره ازاي بتحصل على ارقام مش من الدوله بتاعتك. لو حابين انا اعمل لكم شرح مفيش مشكله. لو حابين ان انا انزل لكم بوت مثلا تاخدوا منه الارقام ويبعت لكم مثلا الرقم اللي هتفعلوا منه تلقائي على الخط بتاعكم مفيش مشكله. بس في خلال الشرح النهارده دلوقتي هشرح لكم على الرقم المصري الخاص بيا. فابتدي اكتب رقم فودافون الخاص بيا او اتصالات او اورنج او ابتدي اكتب الرقم الخاص بيك في المكان دوت. بس هكرر تاني، لو حضرتك حابب تحصل على الاي سي ام تي ال1 جيجا بايت لازم تستخدم رقم مش مصري. يعني حضرتك مثلا من الاردن ما ينفعش ان انت تستخدم رقم اردني، استخدم رقم مصري. مثلا لو انت مثلا من المغرب، تونس، الجزائر، اليمن، ايا يكن لازم تستخدم رقم مش من الدوله اللي انت منها، لازم يكون رقم من دوله ثانيه. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. بعد ما بتكتب الرقم الخاص بيك بالشكل دوت اللي هو مش من الدوله بتاعتك، بعد كده بضغط على الكلمه اللي تحت دي. بعد كده هنا بقول له الله نوتيفيكيشنز. خلاص على كده اشغل الاشعارات واقول له الله بالشكل دوت وابتدي انتظر لحظات. هيفتح معاك بالشكل دوت الابلكيشن. اول ما بتدخل عليه بيقول لك ايه؟ بيقول لك فيريفاي فون نمبر. طيب انا دلوقتي مثلا واحد من بره مصر وجهتي كانت مصر، فالاسم عندي مش هتشتغل غير اما افعلها على رقم مش مصري وهتبتدي تشتغل معايا في مصر. اكيد الفكره وصلتها. يعني انا دلوقتي مثلا حابب ان انا شغالها في اليمن، انا دلوقتي بتعامل مع الابلكيشن ان انا واحد مسافر اليمن، ان انا واحد مسافر الاردن، ان انا واحد مسافر السعوديه، ان انا واحد مسافر الامارات وهكذا. انا مصري، انا في مصر، يبقى استخدم اي رقم من دوله ثانيه. هنا خلينا اكد الرقم الخاص بيا بالشكل دوت. المفروض ان انا هتوصل لي رساله برده زي اللي وصلتنا على الجيميل الخاص بيا. انما حضرتك كتبت رقم من دوله ثانيه المفروض برده ان انت بيوصل لك عليه كود على الواتس الخاص بيه بالشكل دوت. هنا خلاص الرقم وصل لنا وابتدينا ان احنا نعمل اكتف او كونفirmation للكود دوت. بص بقى المشكله كانت فين. شايف الرساله اللي ظاهره قدام حضرتك؟ هنا بقول لك ان المفروض الواحد اي سي ام دي او الواحد جيجا بايت اي سي ام دي اللي انت هتستخدمها ال1 جيجا المجانيه بتكون الجيفت دي خاصه بيها للانترناشونال ترافل. يعني ايه انترناشونال ترافل؟ يعني الرحلات العالميه. انا دلوقتي واحد عايش في مصر، هيديك ال1 جيجا بايت ليه؟ ما انت عايش في مصر يا عم، ما تفتح نت في مصر. انا عايش في السعوديه وكتبت رقم سعودي، يا عم ما انت في السعوديه ما تفتح من نت من السعوديه. فاهم حضرتك الفكره وصلتها؟ انما ما تكتب رقم من دوله ثانيه وتبتدي تحدد مصر فبيبتدي ان هو يديك ال1 جيجا دي وبتقدر ان انت تشغلها في مصر فعليا. شايف الفكره سهله وبسيطه ازاي؟ اهم حاجه بتحتاجها الرقم يكون خارج الدوله اللي انت عايش منها وبتبتدي تختار دولتك كانك مسافر للدوله دي مش اكتر من كده. ده لو حابب ان انت تحصل على 1 جيجا بايت بس اللي هي بشكل مجاني. بدايه ما بتسجل كده بيديك ال1 جيجا بايت.
بايت. طيب يا محمد فين الاكواد اللي انت اتكلمت عليها؟ ركز معايا يا عزيزي بقى في النقطه اللي جايه دي، وناس كتير هتستفاد منها والله اعلم هتقف امتى، فركز معايا. بعد كده انا قلت له جوت ات بالشكل دوت. هنا المفروض يا عزيزي خلاص ال1 جيجا بايت ضاعت عليا لان انا مسجل برقم مصري، خلاص ما عنديش اي حاجه. فكل اللي عليا من هنا ان انا بقول له جوت ابرومو كود اللي هي ظاهره قدامك دي، بدوس عليها. هنا بقول لك انتر يور كود. المفروض ان الاكواد دي مش بتقدر ان انت تجيبها اصلا غير من خلال الابلكيشن، والحاجات دي هم بس اللي بيخرجوها مش اكتر من كده. يعني عشان حضرتك تحصل على الاكواد دي مش هتعرف اصلا. فانا دلوقتي هبتدي ان انا انزل لك اكواد كتيره مع بدايه الفيديو دوت، لحد ما انشر لكم بوت تليجرام على قناه التليجرام الخاصه بينا اللي موجوده في وصف الفيديو. هتقدر من خلال البوت دوت ان انت تحصل على اكواد كتيره فوق ما حضرتك تتخيل. فخليني دلوقتي اتوجه للتليجرام واجيب كود وهبتدي انشر لكم باقي الاكواد مع نزول الفيديو دوت ان شاء الله تعالى. وخليني اقول لك ان كل كود واحد بتستخدمه حضرتك، الكود دوت بيستخدم ل10 اشخاص. مش معنى ان انت اخدت كود من البوت مثلا ما ينفعش ان انت تشاركه مع اصحابك، لا، كل كود واحد يقدر 10 اشخاص يحصلوا منه، كل واحد فيهم على 1 جيجا بايت. اكيد الفكره وصلت لك. بعد كده ابتدي اضيف الكود اللي انا جبته نسخ بالشكل دوت كوبي هنا. بعد كده ابتدي هنا اضغط على كلمه ابلاي. هنا خلاص زي ما حضرتك شايف بيقول لي اختار الدوله اللي انت هتسافرها بالشكل دوت. فانا من هنا مثلا هقول له اللي انا رايح مثلا انا مصر اهوت، يعني انا في مصر. ممكن اعمل ايه بقى؟ ركز معايا ان انا ممكن من هنا اقول له مثلا سعودي ارابيا بالشكل دوت، وابتدي احدد من هنا سعودي ارابيا اللي هي السعوديه عموما او المملكه العربيه السعوديه. ابتدي ادوس عليها. هنا بقول لك التاريخ، اختار اي تاريخ، اي تاريخ اختاره. وبعد كده بتدوس على كلمه كونفيرم بالشكل دوت. هنا بقول لك ريديم ماي جيفت، خد الهديه بتاعتك. بعد كده زي ما حضرتك شايف هنا بقول لك ايه، سعودي ارابيا 1 جيجا بايت اكتف فور 48 باورز افتر يور لاند، زي ما حضرتك شايف كده وظهر قدامك. يعني انا دلوقتي المفروض ان انا معايا 1 جيجا بايت للشرايح السعوديه بالشكل دوت لمده 48 ساعه زي ما ظاهر قدامك. طيب يا محمد انا ليا اصدقاء كتير في السعوديه وممكن اخليهم يفعلوا ال1 جيجا دي من خلال انا بالشكل دوت. هتقول له من هنا انستول ايسم بالشكل دوت، ركز معايا. بعد كده من هنا بتقول له كيو ار كود بالشكل ده، بتدوس عليها برضه. هيبتدي يظهر لك كود، الكود دوت اي شخص في السعوديه هيبتدي ان هو بالشكل دوت زي ما حضرتك شايف بينزلها لك في ملف بي دي اف بالشكل دوت. فممكن نشيرها على التليجرام بالشكل دوت على قناه التليجرام الخاصه بينا بالشكل ده. يعني دلوقتي ادي 1 جيجا بايت للسعوديه من خلال وانت قاعد كده. ممكن تبيعها بقى، يعني ممكن تستخدم الطريقه دي ان انت تبيع الحاجات دي زي ما بشوف ناس كتيره بتبيع الاسم او شرايح الاسم دي عندك دلوقتي للسعوديه، وتقدر تعمل لمصر وتقدر تعمل لجميع دول العالم. لو رجعت استخدمت الكود اللي عندي ده مره ثانيه مش هيستخدم، انما لو 9 اشخاص ثانيين استخدموه فعليا هيستخدم. انا منتظر حاليا بس يتم رفع الملف دوت على قناه التليجرام الخاصه بينا عشان نبتدي نفتحه مع بعض ونعرف ايه اللي موجود جواه. وبالشكل دوت كل اللي علينا ان احنا نبتدي نضغط على الملف بتاعنا. بعد كده هفتحه من خلال بي دي اف ريدر بالشكل ده. هبتدي انتظر لحظات. ادي فتح معايا. هنا زي ما حضرتك شايف ادي الكيو ار كود اللي بيديك 1 جيجا بايت للسعوديه بالشكل دوت. جميل جدا. هتقول لي جميل جدا وعسل جدا الكلام ده يا عزيزي كان كل اللي معايا النهارده شرح النهارده. اتمنى اكون افدتك، اتمنى يا رب تعمل لايك للفيديو ده وتشيره مع اصدقائك. والاهم من كده يا عزيزي حاول تسمع جزء كبير من الفيديو، لان زي ما حضرتك ظاهر قدامك كده نسبه كبيره بتسيب الفيديو ما بتكملوش الاخر. وكمان زي ما ظاهر قدام حضرتك كده ناس كتير اصلا من اللي بيتابعونا مش مشتركين في القناه. طبعا انا مش بجبرك ان انت تشترك في القناه، ده كل اللي عليك بس ان انت بتفعل الجرس، وكل اللي عليك ان انت تعمل سبسكرايب في القناه. حاجه بسيطه جدا بتدعمني ان انا انزل لك فيديوهات جديده بدل ما الناس بتستغلك، لان هنا في مدرسه اشباح النت احنا بنمنع الاستغلال بجميع انواعه. فاتمنى يا رب تكون استفدت من الفيديو دوت. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.